اللي في التيشيرت دي بقعة زيت. في الفيديو ده هقول لك على اسهل وارخص طريقه تقدر تطلع بيها اي بقعه زيت في الملابس اللي عندك، حتى لو البقعه قديمه واتغسلت قبل كده. كل اللي عليك تصلي على النبي وتكمل معايا الفيديو للاخر. زي ما انتم شايفين كده ديت بقعه الزيت، وهبلها بالميه قدامكم وهنشفها بالمكوى عشان نتاكد مع بعض ان فعلا دي بقعه زيت. زي ما انتم شايفين الميه نشفت وبقعه الزيت فضلت زي ما هي. بعد كده بقى كل اللي هنحتاجه مسحوق جل اوكسي بتاع غسيل الملابس بتاع الغسالات العاديه. الكيس ده ب 15 جنيه وتقدروا تجيبوه من اي سوبر ماركت قريب منكم. طبعا انا جربته قبل كده على بقعه الشوكولاته في الفيديو اللي فات والنتيجه بتاعته كانت ممتازه جدا. اول حاجه هنعملها ان احنا هنبل مكان البقعه بشويه ميه من غير اي اضافات. بعد كده هنفضي عليها شويه صغيرين خالص كده من مسحوق جل اوكسي. بعد كده هنحاول بقى ان احنا نوزع مكان المسحوق كده وندخله ما بين النسيج بتاع الملابس، او ممكن باي فرشه ناعمه وندعك كده دعكه خفيفه خالص، او ممكن نفرك الملابس في ايدينا. وهنسيب كل حاجه زي ما هي كده لمده دقيقه او دقيقتين، وما تقلقوش من اي حاجه، المسحوق ملوش اي تاثير خالص على الوان الملابس. بعد كده بقى بتحط قطعه الملابس تتغسل في الغساله عادي، وبعد كده البقعه ان شاء الله مش هتلاقوا ليها اي اثر. بس انا هحاول ان انا اشطف قطعه الملابس وانشفها بالمكوى قدامكم عشان نتاكد مع بعض ان فعلا بقعه الزيت طلعت وملهاش اي اثر. حرفيا دي اسهل واسرع طريقه ممكن تطلعوا بيها اي بقعه زيت من الملابس، كمان من غير ما تسببوا اي ضرر خالص لنسيج او الوان الملابس. يا ريت بقى تعملوا شير على قد ما تقدروا، لان فعلا الفيديو ده مهم لناس كتير جدا. وده شكل التيشيرت بعد ما خلص. ما تنسانيش بقى بدعوه حلوه وتعمل لايك وشير للفيديو ده عشان اكتر عدد من الناس تقدر تستفاد.